يسجل السودان حضورا متميزا في معرض ايدكس 2017 بعرض أحدث المنتجات الدفاعية والاستراتيجية المصنعة بكوادره المحلية من خلال هيئة التصنيع الحربي السوداني. حقيقة شاركنا في 2013 و2015 وهذه هي المرة الثالثة 2017. حقيقة حدثت نقلة نوعية وكمية في هذه المشاركة. المشاركة الأولى نحن شاركنا بعدد 59 منتج، والمشاركة الثانية بعدد 99 منتج، والآن بعدد 114 منتج، منها عدد 35 منتج جديد. الهيئة تعمل في عدد من المجالات المختلفة، أهمها إنتاج الذخائر بأنواع وأعيرة مختلفة، وإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وإنتاج الدروع ودبابات القتال الرئيسة، والمهمات والتجهيزات والصناعات الإلكترونية، وصناعة الطيران والصناعة البحرية وصناعة المركبات. نشارك بمجموعة من المدرعات والآليات والمركبات الصغيرة. نشارك بالمركبة خليفة 2، وهي مزودة بالمدفع الهاوزر عيار 122 ملم D30 على عربة محمول، الذي يبلغ مداه 20 كيلومتر. وأيضا نشارك بالمدرعة الصرصر 2، وهي مدرعة وناقلة جنود. الجناح السوداني يمتاز في الدورة الحالية للمعرض بمنتجاته الدفاعية، إضافة للخدمات والتطبيقات الحديثة على السيارات العسكرية وأنظمة جديدة بمحاكاة الرماية ومشبهات التدريب سودانية التصنيع. تطبيقات حديثة وأنظمة دفاعية متطورة في مختلف المجالات العسكرية تبرز القدرات السودانية في مجال الصناعات الدفاعية. لقناة أبو ظبي، ندى الرئيسي، أبو ظبي.